بصوا العملية في اللطافة خالص. يا اختي. ايه ده؟ كأنك سافرت بيروت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد الشامي حنفي. نحدثكم من القاهرة الكبرى. قلنا نعمل بقى إيه؟ نعمل فيها فاهمين وهنعك عكاية ما يعلم بها إلا ربنا. أنا النهاردة ناوي أعمل إيه؟ عرايس سجق، أو خلينا نقولها باللبناني، عرايس سجق على الطريقة اللبناني. العرايس دي اللي هي الحواوشي. الموضوع من الآخر كده، عندي نص كيلو سجق وعايز أصور بيه بصراحة حاجة، عايزين نتعشى، فعمال أدور على أي حاجة ما عملتهاش قبل كده بالسجق، ففكرت في الفكرة دي. الله أعلم هتنجح ولا مش هتنجح، أدينا هنجرب ونشوف. سجق عادي خالص. الميزة في إيه في الموضوع ده يا عم حنفي؟ إن أنت الكميه دي تعمل كميه كبيره، يعني لو كلتها سجق تفرش معاك. الله يفتح عليك. ده نص كيلو سجق اهو، انا كنت جايبه من عند الجزار بصراحه، والسجق بتاعه خطير بامانه. ريحته حلوه قوي. لا حلو، اصل لونه كمان. هو عايز يتاكل ني السجق مش واخد ولا هو مستوي ولا ايه؟ لا مش مستوي، ني اهو. هو انت مسلوق ولا حاجه؟ لا ني اهو، انا سبته طلعته من الفريزر لغايه ما فك خالص. وعن ايه كاننا بنعمل حواوشي العادي بتاعنا. بصلايه مقطعنا كده 4/4، طماطميتين كده صغننين، ويستحسن يكونوا جامدين عشان الطماطميتين دولت. بص بقى ايه، لبناني يعني ما في بعد هيك. والله. هنحط بقى ايه دلوقتي؟ فلفل حامي وفلفل. بصوا شايفين، انا احب بقى الشغل ده اللي هو السهل ده، عارفين السهل الممتنع ده. كل الحاجات في قلب بعضيها في الكبه. عندك مفرمه يبقى خير وبركه، ما عندكش الكبه تقضي. بس الفكره بقى ايه؟ انت اللبناني السجق شاورما بقى، السجق عموما بياخد كميه توم رهيبه اللي بتعمل حمو شديد دي. وقولون يقوم عليك بقى. فده اساسها توم، بس انا مش هحط لها توم، هحط لها ايه؟ ده توم مهروس برضو، هحط لها معلقه كده. هما بقى بيحطوا توم كميه غباوه يعني. في عندك توميه بقى فوق التوم الغباوه، توميه. فاحنا ايه هنعدل برضو تعديله بسيطه كده. احنا هنحط بقى التعديل المصري بتاعنا اللي هي تنفع معانا الساعه 12 بالليل زي الساعات دي. بما ان الموضوع واخد يعني سجق، فالسجق كده واخد بهاراته، فانا مش هزود اي بهارات. ممكن هدوق العجينه بعد ما اخلصها كده على طرف لساني، واشوف لو محتاجه شويه ملح، محتاجه فلفل اسود، اي حاجه من الحاجات دي. هنديها بقى ونشوف هنعمل ايه في الموضوع ده. الكبه هتقضي ولا لا؟ تعالى يا حنفي شم كده ريحه التوم. عن جد لبناني. حكايه اللبناني دي ما عنديش، يما ارحميني. احنا ممكن نحط سلي ملح بس عشان ايه. طب انا هزود لها نقطه زيت، نقطه حرفيا، يعني الازازه فيها نقطه، فاهم؟ تربط معانا شويه. هي خلاص، هي اتعملت على فكره. احنا ممكن نديها ايه تجميعه تانية عشان نضمن ان كل المكونات بقت مكون واحد في قلب بعضه. ننزل الخليط الجميل بتاعنا هنا، بقت حواوشي. ما هي العرايس هي الحواوشي، بس فرق العيش. على فكره اللي احنا بنعمله ده ممكن بيتهيألي تعملوا حواوشي لو عيش بلدي عادي يعني. عيش بلدي عادي. طبعا ايه السجق طبعا يستحسن ان هو ده يكون سجق جزار. لو هنعمل كده بلاش نجيب السجق اللي هو المتصنع اللي في الاكياس، عشان احنا مش عارفين ايه اللي جواه. يعني نتاكد بس ان السجق لحم، لان انا مش مسؤول لو نوع السجق وحش. انا جايب بقى عيش لبناني العادي ده. انت ممكن لو ما فيش عيش لبناني تشتغل تعمله بالعيش البلدي، مش هيقول لك لا. بس هي الفكره ان احنا عايزين العيش يكون رقيق علشان نعمله زي العرايس بالظبط. طبعا لو فكرت افتحه الموضوع هيبقى صعب، فانا هعمل كده وحشي وبط بالعقل كده اهو. سخن الطاسه. لا اصبر نخلص، لان هي مش تاخد وقت. بطل بقى كده التبطيطه الجميله. اختراع يا زلمه ده. لا لبناني مفيش هزار، انت عارف الحكايه دي. عايزه لبناني بقى، هات شويه صماق. بالظبط، هات من شويه صماق، رش عليه رشه بقى لبناني خلاص. هتلاقي هنا في صماق اهو صماق بقى لبناني خالص. خليه اخر واحد كده اهو. ادي اول رغيف اتعمل. احنا على فكره عندنا 5 ترغيفه بس، ودولت هيبقى فيها ايه؟ لا ده هيفيد. ما احنا عايزين نزود بقى. طب ليه نزود؟ طب ما فيش عيش بلدي. في عيش بلدي. نجرب بقى في عيش بلدي. عيش هيبوظ مننا، ممكن يبوظ مننا. هو بيني وبينك العرايس قائمه ان هي رفيعه. انا بروح اروق الدنيا. حط شويه صماق هنا بقى لبناني اهو يا جماعه. خلاص عشان ايه ما حدش يقول لك حاجه. زي الفطاطري كده. لا ده كده بيتزا دي. في الاثناء دي بقى وحنفي لسه بيعبي، هنبدا بقى احنا نسوي. نخش على الطاسه شويه الزيت الجمال. خلاص كده سخن الموضوع. نمسك بقى العروسه الجميله، وبكده يبقى احنا كلنا نص كيلو سجق، بس كتير. 5 ترغيف.
ده الفكر الاقتصادي اللي احنا محتاجينه اليومين دول. احنا كلنا بيهم الا ربنا، وربنا يعدي الايام دي على خير ان شاء الله. وغير كده كمان انا عايز اقول لكم حاجه، هو كده كده اللحمه قليله يعني رقيقه، فما تقلقوش هتستوي معاكم على طول. رقيقه. وكل واحد يعملها زي ما هو عايز، يعني انت ممكن تعمل ده على فكره وتعمله في الفرن مثلا، تسويه في الفرن. ده كل واحد على ذوقه يعني. في حد ممكن يعمله على الشوايه، اللبنانيين بيعملوه غالبا على الشوايه. بس هو العيش اصلا اللبناني ده اساسا في حد ذاته في الزيت بيبقى طعمه حلو. هو خد بالظبط دقيقتين يعني. نطلعه بقى وايه ونسيبه يهدى خالص، عشان ده ما بيتاكلش كده، لازم نقطعه مثلثات. انا عايز اقول له برضو لست البيت ان هي ممكن تعمل السندوتشات ديت لعيالها وهم رايحين المدرسه. هو ممكن السندوتشات تتفقع منهم في المدرسه وكل حاجه، بس يعني تجربه حلوه. طبعا ده بعد ما خلصناه وللاسف قلت لحنفي كون انت مسؤول عن موضوع الآلية بتاعت التسويه، فايه اتلسع شويه بس هو حلو يعني. اللي هي بتاعت اهو، ما هو ده حلو. حلو. في واحد انت مخبيه. اخر واحد تحت. بصوا العمليه في اللطافه خالص. يا اختي. عارف بقى تقوم عامل طبق ديبن كده، تقعد تغمس بقى ايه بقى، توميه طحينه. بس طبعا يا جماعه ايه لازم تبداوا تقطعوه بعد ما يهدى شويه، عشان هو سخن الموضوع هيبقى صعب شويتين يعني هو سخن هيتبهدل منكم. ايه رايك في رسمه الورده دي؟ عظيمه. طبعا اتفضل شويه والعيش خلص، فاضطرينا نعمل بقى ايه، عيش مصري واحد بلدي. تعالوا بقى ايه ندوق. الحركه اللي هي مع الساعه. ايه كانك سافرت بيروت. انا ما بتكلمش عن نفسي كتير يا جماعه. والله حلو واختراع. فايف كده فاهم. بس هي مشكلتها الوحيده ان انت هتقعد فاهم طن 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 مش هتعمل. استويت تماما ما خدش وقت كمان. هي لزقت فاهم. مالك يا عبد الرحمن في حاجه؟ طب على كده بقى العيش البلدي هيبقى حلو برضه. خد على كده. شرفتنا يا استاذ حلمي.